السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا المرة اللي فاتت الفيديو كان الصوت فيه واطي، ولذلك أنا بصور لك من التليفون، وهنعيد الفيديو الأولاني بس بطريقة تانية كده نظيفة ورايقة وعملي أكتر. اركن لي اللابتوب خالص، الشغل هيبقى قدام عينك على طول. تمام. مبدئيا احنا المرة اللي فاتت وصلنا إن احنا عملنا الفلاشة بوت. تمام كده، وبعد ما عملناها بوت حطينا عليها الويندوزات كلها، الويندوزات كلها والبرامج والتعريفات أيا كان حجم الفلاشة بتاعتك. انا برشح لك من 32 وطالع لحد 128 جيجا، يبقى عليها كل حاجه عندك. تمام كده. طيب، برضه هوضح لك المعلومه اكتر. انا عن نفسي شغال بفلاشات كلها 128 و256. تمام، عشان يبقى عليها كل شيء اللي انا محتاجه. طيب، خلصت الفلاشه وعملتها بوت، وبعد ما عملتها بوت رحت عند العميل بشوف اكل عيش بقى. لقيت عميل ابن حلال: يا احمد انا عندي مشكله. اروح عند العميل: ايه المشكله اللي عندك يا باشا؟ الجهاز اهو مش شغال مثلا. طيب حاضر، ابص لك عليه بص. ابدا اوصل كابلات واتاكد ان الكابلات واصله كويس، لان ممكن اصلا يكون العيب عيب كابلات، كابلات الباور، كابل الشاشه، الامور دي. اشغل الجهاز زي كده. انا كده شغلت الجهاز، الجهاز ما اشتغلش مثلا، وجاب لي لمبه صفراء، لمبه صفراء هنا كده. واخد بالك اللي انا هقوله لك ده؟ الكلام ده ينفع على الدل وعلى الاتش بي. هشرح لك على اشهر حاجتين في مصر او في العالم العربي عامه، والاجنبي كمان. المهم، هضغط هنا بيطلع لي لمبه صفراء مثلا. طيب لمبة صفرا دي معناها ايه؟ وايه الفرق بين اللمبة الصفراء وبين اللمبة الحمراء؟ لان اللون بيختلف. وايه الفرق بين تيت تيت تيت، واخد بالك، وبين خمس تيت 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 تيت. تمام. وبين ان هو يطلع لي لمبة صفراء فقط، وبين ان هو تيت على طول، صوت عالي على طول، صوت تيت. واخد بالك من دي؟ هقول لك ليه بقى يا معلم. لو لقينا اللمبة صفراء او اللمبة حمراء، اول حاجة هنعملها، طبعا هو الجهاز اشتغل سيبك منه اعتبره ما اشتغلش، الجهاز مطفي. تمام. افتح الجهاز. فتحنا الجهاز خلاص، افصل كابلاته خالص كلها، واشتغل على الجهاز وانا فاصل كل شيء. تمام. اول حاجه يا حبيب قلبي، احنا هنعتمد ان في مثلا شحنه كهربائيه في الجهاز زياده ولا حاجه، مع ان العلم صوت اللمبه الصفراء والحمراء والكلام ده كله ده حوار رمات. فاهمني؟ رمات، ملوش علاقه باللي انا بقوله. بس انا باخد اضعف الاضرار. بمعنى، لو حجر ساعه هغير الحجر ب5 جنيه وخلصنا. تمام. فيما بعد اتأكدت إن الحجر مظبوط، وهمشي معاك عملي. الحجر هنا أهو، هنا تحت دي بالظبط، اللي بيلمع تحت ده المنور ده، شفته؟ هو الكلب ده. المهم الحجر ده لو هو المشكلة فيه هو، احنا بنعمل ايه؟ ده كده، وبروح اعمل دي كده اهو. تمام. ودي كده بس طلع الحجر معايا اهو. كل اللي بعمله اهو. اه بيلسع، ما دام بيلسع كده يبقى معنى كده ان الحجر ده شغال. تمام. والفن الشاطر هو اللي يعمل كده، هو اللي يتأكد ان هو شغال ولا مش شغال بالطريقة دي. طيب ده اشتغل. لو مش شغال، ايه العمل؟ لو مش شغال هعمل دي كده، واروح مثلا مطلع، اشتري له حجاره زي كده واركبها. خلاص كده خلصنا النقطه دي. خلصنا النقطه دي. تعالى على اللي بعده. ركبت يا باشا واشتغل الجهاز، ما اشتغلش وجاب لي نفس اللمبه الصفراء. عايزين ننجز، نعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه. اول حاجه، في عندنا 3 مشابك. ادي واحد، اتنين، تلاته. افك التلاته كده. تمام. انا هحاول برضو اقرب لك شويه، بحيث ان الايه، تبقى الامور معاك تمام. فكيت ال3 مشابك وفكيت الوش. في عندي هنا كده الهارد بتاعي اهو، اطلعه خالص كده اهو، كله كده بره. تمام. سيبك منه. في هنا مشبك، المشبك ده بعمله كده. تمام. بعد ما بعمله كده، المفروض ان انا برفع دي بره، بس انا عشان ارفع دي بره مش هتترفع، لازم افصل الكابلات دي بتاعت الدي في دي. فصلتها، دي كده بقت حته حلاوه في ايدي. طيب،
نفس القصه دي بتنفع على الاتش بي برضه، يعني كل الطرق دي تؤدي الى روما. هنعمل ايه بعد كده؟ اوبا، ده انا عندي 4 رامات، 1 2 3 4. الاربعه دول ايه ظروفهم؟ اقول لك يا معلم ايه ظروفهم. مبدئيا المشكله فيهم، فبروح اعمل ايه؟ ده كده، وبايدي الحلوه الجميله دي، واضغط على المشابك، مشبك اهو، ومشبك الجنب التاني كده، اطلع اول رامه، التانيه، التالته، الرابعه. طلعت الرامات كلها، اركن لي الرامات دي على جنب، وامسك القطعه القذره دي. تمام. امشيها في السوكت كده الاول تحت، او في السوليت يعني. تمام اهو، هنا كده في المكان ده اللي فيه الايه، الرامه هنا كده. طيب بعد ما اعمل كده وانضف الدنيا، ولو في عندي اي بلور ولا اي حاجه تنضف الدنيا، اروح جايب اقاي. انا دلوقتي ما عنديش اقاي، بس عندي بنزين. راح فين؟ عندي بنزين زي كده، اقدر استخدم البنزين بالفرشه وانضف عادي اي ماده فيها سبيرتو، ما عدا الماده الزيتيه اللي هو الاقاي الزيتي. تمام. نضفنا السوليت والدنيا جميله. اعمل ايه؟ الرامات نفسها تنضف من الوش ومن الظهر. اهم حاجه عندي هي الجزء ده بس، اللي فيه الاسنان دي. طب خلصنا وركبنا الحاجات دي يا عم احمد، ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ان انا امسك كده، شايف المشبك الصغير ده ليه عدله وليه مكان. اعمل كده، ركبت اهو كده، وامسكها كده كويس، وهركبها كده. خلاص كده، وبصوابعي كده اشبكها كده على الرمه كده، واقفلها يمين وشمال، فوق وتحت، مره واحده. قفلت ال4 رمات بعد ما نضفتهم. هعمل ايه في الجهاز؟ اشغل الجهاز على كده واتستت، اركب كابلاتي، اموري تمام. هيشتغل ولا لا؟ اه هيشتغل معايا، مش هيقول لي لا. طيب نفترض انه ما اشتغلش وجاب لي تيت على طول. مش تيت دي شتيمه، لا ده تيت ده صوت. هنعمل ايه في القصه دي؟ اقول لك يا معلم. شايف الكيبوردايه المحترمه دي؟ تمام. انا بتكلم في تيت على طول، مش تيت 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 تيت. لو تيت 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 هيبقى العيب في الرامات بس، والرامات كده نظيفه خلاص. جاب لي تيت على طول، يبقى معنى كده ان في قشره لب معفنه كانت موجوده هنا، مزنوقه في اي زرار من دول، بسبب العميل المعفن اللي انت رحت له. تعمل له ايه؟ تنيم ده على الامبوله، تنظف، هتلاقي قشره اللب وقعت. واخد لي بالك؟ تمام. طب عشان نتاكد، ما انا يمكن ما اشوفش قشره لب، اشيل خالص الكابل ده نهائي بتاع الكيبوردايه، واشغل الجهاز يشتغل من غير كيبورد، هيفتح معايا زي الفل. كده يبقى احنا خلصنا موضوع اللمبه الصفراء وموضوع اللمبه الحمراء والتيت تريبتت والتيت على طول، صح؟ طيب اللمبه الصفراء احنا ما خلصناهاش، ما تنساش. تمام. اللمبه الصفراء دي معناها ان في مشكله في الجهاز، مش موضوع رماد بقى. موضوع ايه؟ هقول لك موضوع ايه يا معلم. يا اما بروسيسور يا اما حلوه بروسيسور دي، يا اما بروسيسور يا اما الباور، قطعه الباور نفسها، الباور بتاع الجهاز نفسه. الكلام ده بينطبق على الكل، اتش بي وديل. تمام. طب انا عشان اتاكد ان العيب من هنا، اعمل ايه؟ بدل ما اقعد افك والقصه دي، ارجع الاول للبروسيسور. طيب البروسيسور هنعمل في امه ايه؟ تعالى على السريع، مش هاخرك، انا هعمل ايقاف مؤقت عشان افك ال4 مسامير بسرعه. خلصنا كده، فكيت ال4 مسامير بتاعتي. تمام. هاجي ارفع ده، لا لسه ما اتفكش كله كويس، نفك تاني، نكمل ال4 مسامير بتاعتنا. بعد ما نفك خالص كده المسامير ونتاكد ان كله اتفك تمام، الفانه بيكون ليها كابل باور. واخد لي بالك انت كده؟ بنعمل ايه يا معالي الباشا؟ اهي، رفعنا كده الفانه خلاص اهي، وطلعت الفانه معايا. افصل كابل الباور بتاعها كده، ادي كابل الباور. فاهمني؟ كل الفانات بهذا الشكل، كابل الباور هنا. طيب هنا ناشف، ناشف ما بيوسخش ايدي حتى، اهي، مفيش اي مشكله خالص. ما ينفعش يبقى ناشف، لازم يبقى طري، عشان الطري انت فاهم بيروق الدنيا. تمام. طب هنعمل ايه في القصه دي؟ هنعمل ان احنا ممكن نعمل ايه،
وليكن مثلا منديل زي كده، ننزله هنا كده مع بخة تمر أو بنزين زي كده. هو المفروض أقاي أحسن. أديها النتشة الجميلة وأروح عامل إيه؟ منضف البروسيسور، القاعدة بتاعت الفانة من هنا الأول، أطلع الحاجات الناشفة المعفنة دي. الكل ده خلاص على جنب، نضف تمام عشان نختصر الوقت. شوف شكل البروسيسور، اركب لي بقى الهارد ده على جنب. شوف شكل البروسيسور عامل ازاي، في عليه اهو ولكن ناشف مش طري. وزي ما احنا ما قلنا، الطري هو اللي بيظبط الاداء، مش في كل حاجه الناشف هو اللي بيظبط الاداء. تمام. هنعمل ايه يا معالي الباشا؟ مبدئيا مش هنضفه هو كده، لا، في مشبك اهو. اعمل يا لهوي، خدت بالك انت من الحركه دي؟ مش مترتب لها، بس هو كان مقفول على البروسيسور ضغطه وحشه اهو. ادي البروسيسور طار. طيب ده من ايه؟ ده بسبب المشبك. المشبك ما كانش راكب كويس، خدت بالك؟ فدي غلط. طيب نفتح المشبك كده، وادي قطعة البروسيسور. امسك يا معالي الباشا قطعة الايه ده، هنغيره بقى حقيقي بالفعل، هننضف ونظبط الاداء فعلا. مثلا اهو، ونضف كده الحاجات الناشفة المعفنة دي، لان اصلا مش مرتاح للبروسيسور ده من ساعة ما زغفني الزغفة القذرة دي كده. وهديله كمان نقطة البنزين كده عشان اروق على امه واظبط الاداء. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 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 كده. خلي بالك انا اتزغفت حقيقي، اقسم بالله مش حركه يعني، يعني هو اللي عملها فيا. المهم، نضفنا البروسيسور بتاعنا والامور تمام، وبقى حته نضيفه رايقه اهي. خلصنا كده، حته حلوه اهي. طبعا كوراي 7 وجيل 90. المهم، نتاكد ان المكان ده مفيش فيه اي شوائب. وحتى لو في شوائب او اي حاجه، نعمل ايه؟ اخرك تنفخ فيه كده فقط لا غير. ايدك لو جت على البنيات والتنت، بقى حته حديده الجهاز معاك. هتروح عند محمود سمير يغير لك قاعده بروسيسور، ودي هتكلفك تمن الجهاز نفسه. تمام كده؟ تمام. امسك البروسيسور كده، الشبيتين اللي في الجنب، المشبك اهو، ودي كده من غير اختراعات، انزل عدل كده. اه، خلص الموضوع اهي. وبعد كده اقفل المشبك بتاعي، خده عشان تشوف براحتك وتتكيف. قفلت المشبك كده، ارفع ده فوق، بيسحب لي دي لورا، اروح اعمل دي كده اهو. كده قفل معايا زي الفل والدنيا جميله. إيه اللي يتم هنا بعد كده؟ اللي هيتم هنا بعد كده ان انا هجيب القطعه بتاعت الكولر كده، نفتح وما نحطش كتير، مش بالكم والكمية، ده هو بالمفعول، واخد بالك انت؟ وما تاخدش كلامي شمال، كلامي كله يمين او شمال برضه عادي. المهم، دايما بيبقى فيه في الاول كده شوية مية، بيبقى عامل زي زلال البيض كده، واخد لي بالك؟ في الشوية اللي فوق دول، فما تحطهمش، ما لهمش لازمة. اهو مية كده بس وخلاص. فضيها. وبعد كده ايه؟ ادي، خد النتشة، تعالى بص. شايف النتشة الصغيرة قوي دي؟ شايف؟ اه شايف. وبعد ما تعملها كده يا معلم بصباعك الجميل، مش مشكلة ايدك هتتوسخ بس انت بتاخد فلوس، اه كده، وتظبط بيه البروسيسور كله كده. خلاص كده انا الدنيا هنا جميلة. إيه اللي يتم بعد كده؟ امسح ايدي هنا كده في ده. هل احط هنا؟ مش لازم تحط على الفانة، واخد بالك؟ مش لازم، اهو موجود على البروسيسور، فهو مش بالكتير والكمية، ولكن ممكن تديها نتشة زي كده. ادي النتشة الجميلة اهي، واخد لي بالك كده؟ خلصنا كده موضوع البروسيسور. الكل دي، ونعمل ده كده اهو. يلا بقى نقفل. هنمسكها كده، ودي بتخش هنا كده. خلي بالك الحاجات اللي انا بعملها دي بالنسبه لناس كتير دي كلام فاضي تافه، بس انا مش بستهدف الناس الفاهمه. انا عايز اللي مش فاهم، اللي ملوش مصدر اكل عيش وبياخد الحوار ده
كمصدر اكل عيش يفتح بيه باب رزق، يدخل فلوس لنفسه، يعتمد على نفسه، يجيب له 50 في اليوم، 100 في اليوم، يمشي حاله. فاهمني؟ انا كنت زمان بتمنى حد يعمل لي حاجه زي دي او يفهمني حاجه زي دي. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنختصر ونركب القطعه بتاعتنا كده، وننزل. ما تنساش ان انت بعد ما تركب القاعده تركب الايه، كابل الباور بتاعها زي كده. هي مش اسمها قاعده، اسمها فانه. تمام، بس انا اللي ملسع. قفلنا كده اهي، نروح رابطين يا معلم الايه، المسامير بتاعتنا. والمسامير مش لازم تفرتكها قوي، يعني اربطها على الخفيف، مش هتطير هي من الجهاز، ما تقلقش. فاهمني؟ كده اهو. وتربطها، ما ينفعش تربط اتنين اتنين، يعني الاتنين اللي بالطول جنب بعض والاتنين اللي ورا جنب بعض، لا. واحد هنا وواحد هنا مقص. اللي تربطه هنا في اليمين تربط نظام اكس. فاهمني؟ عشان ما يبقاش الضغط على مكان واحد في الايه، على البروسيسور والقاعده بتاعته. كده يا معالي الباشا اهو، ربطنا البروسيسور بتاعنا. معلش الفيديو هيبقى كبير، بس انا هروق عليك لان انا دماغي رايقه، واكل حته لحمه حلوه. خلاص يا باشا، ربطنا كده الايه، البتاع. طيب بعد ما تربط البتاع، اركب الكابلات بتاعتي واشغل الجهاز. هتلاقي الجهاز يشتغل معايا واموره تمام. طيب، اموره تمام، وبعدين ايه اللي يتم؟ شغلنا الجهاز ما اشتغلش. يبقى كده الرامات عندي كويسه والبروسيسور كويس، الجهاز ما اشتغلش. يبقى الباور. طيب انا عايز اتاكد الباور شغال ولا لا. لو انا عندي جهاز تاني اخلع الباور بتاعه، اكون اصلا متاكد ان الباور شغال، هخلعه وهستبدل الباور التاني. اركب الباور تك تك تك، ونفس الكابلات اللي هخلعها من هنا، يعني القطعه اللي تحت المشبك دي هخلعها من هنا، اركب التاني مكانها على طول. القطعه اللي هنا دي، الكابل اللي هو الاخير اللي تحت هنا ده، فاهمني؟ ده اللي صباع عليه ده اللي بيقوم لك البورده اساسا. تمام. اول ما اخلعه من الباور القديم اركب الجديد مكانه. ركبنا الباور، وما تنساش تبقى تفك الثلاث مسامير اللي هنا، وبترفع الكليبس اللي هنا، بتضغط عليها كده وتطلع الباور يطلع معاك، تركب التاني مكانه. ركب الكابلات وشيك كل الكلام ده، وانت شايل الكابلات لا تشمل الدنيا، مش ناقصه جنان. خلصنا يا معلم، وركبنا باور جديد والدنيا جميله، والجهاز اشتغل خير وبركه. ما اشتغلش، يبقى العيب في ايه؟ شحن بايظ. شحن بايظ ده دايما بنخليه اخر حاجه. تمام كده. طيب، في حل تاني غير شحن البايظ. ممكن يكون العيب في حاجه تافهه قوي، حجر الساعه الصغير اللي هو اللي انا قلت لك عليه، المدور القذر اللي جوه ده. تغير الحجر، الجهاز يشتغل معاك اساسا. مش هيقول لك لا. انا بحاول اجيب لك جميع الاعطال عشان تبقى على نور وطول بالك معايا. معلش، اديك المفيد والله وخبره، مش هدي لك كلام فاضي. غيرت الحجر وركبت الكابلات بتاعتي، كل الكلام ده برضو انا شايل الكابلات. اركب الحجر وانا شايل الكابلات، واخد بالك؟ اركب الكابلات واشغل الجهاز، اشتغل خير وبركه. طب اشتغل وجاب لي كلام كتير كده وما فتحليش بوت، يبقى عيب في الاعدادات بتاعه الديفولت بتاع البايوس. احلها ازاي؟ هقول لك بس في الاخر، مش دلوقتي. ركبتها وما اشتغلتش، الجهاز ما اشتغلش وعرض على الشاشه عندي، وانا متاكد ان هو مش شحن بايوس مثلا، يعني اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه، والحته دي صايعه. ربنا يبارك لابو علاء والناس القديمه بتوعنا، محمد محسن والناس التقال. ارفع الحجر بتاع الساعه كده زي ما رفعته، تمام، واجيب اي حاجه حديد او زي كده، المهم ان هي تبقى موصله للكهرباء والكلام ده. وبص يا معلم، شايف هنا الموجب والسالب؟ الموجب والسالب دول اللي تحت الحجر دول، ده وده، اوصل الاتنين في بعض كده، واسيب الجهاز هكذا عامل القفله دي لمده 30 35 ثانيه. واخد لي بالك؟ 30 35 ثانيه، ما فرقتش لو خليتها دقيقتين يعني عاديه. بس طبعا الكلام ده وانت بتعمل ايه؟ وانت شايل كابلاتك، الباورات،
وكابلات الشاشه وكل الحاجات دي، لان كل الحاجات دي بتدخل شحن كهرباء للبورده. كل الكلام ده تشيله. تمام. طيب، عملنا القصه دي يا عم احمد، والمصحف الشريف لازم يشتغل الجهاز بعديها. ما هو انت عملت كل حاجه فيه، لو ما اشتغلش هيبقى هو المصحف الشريف شحن بايظ. كده انا حطيت البتاع في الكمين، واخد بالك انت. طيب، عايزين يا معلم نقفل بقى الجهاز بتاعنا بقى. طريقه التقفيل واحده، سواء في الاتش بي في الدل كله واحد. الفرق ان القطعه اللي هي بتبقى على الفانه هنا ترفع لفوق تنزلها لتحت، هي هترفع ده كده، هي كل واحد. تعال نقفل يا معلم. قفلنا وقفلت المشبك بتاعي، وادي الهارد ديسك ركبته. نختصر، سيبك من الهري ده، تعال نخش في المفيد. ركبت الجهاز والجهاز اشتغل وما جابليش اي داتا. يعني جاب لي بس داتا على الجهاز وبيانات بس ان البايوس فتح معايا والكلام ده. اظبط الوقت والتاريخ وكده كده انا غيرت الحجر بتاع الساعه، هيحفظ معايا الاعدادات والدنيا هتبقى جميله. والجهاز غصبا عن امه هيشتغل. اذا جاب لك بقى ناتريك او مش عارف ايا كان الرساله اللي موجوده، نو بوت مش عارف ايه ايا كان، يبقى كده الموضوع الجديد هيبقى هنا. المشكله اللي عندك هتبقى في الهارد ديسك، واخد لي بالك، مش هتبقى في الجهاز. الجهاز زي الفل والمصحف شغال 100 100. العيب هنا في الكلب ده. ايه العيب اللي فيه؟ يا اما عيب منك انت، لو انت منزل له ويندوز جوست ومش عامل له ريبيلد ام بي ار ولا سيت اكتف، تضطر انك تخش تعمل له ريبيلد ام بي ار وسيت اكتف، ترستر الجهاز هيشتغل معاك. طيب، هنشرحها طبعا القصه دي في التقسيم والبارتيشن ويزرد والبتاع. طيب يا عم، الويندوز ده بتاع العميل، انا مالي. خلاص، يبقى الويندوز واقع، هنضطر نغير ويندوز. تمام كده. تمام كده. طيب، خلصنا القصه دي وعايزين نخش نغير ويندوز للعميل. احنا خلصنا الفيديو على فكره. هنغير ويندوز للعميل، وبعد ما نغير الويندوز للعميل، العميل اتفاجئ وقال لي ده كان في داتا على سطح المكتب ويمسك في رقبتي. يبقى قبل ما انا ما اغير ويندوز للعميل اعمل ايه؟ ادخل اسحب الداتا من على سطح المكتب. يا عم احمد انت مجنون، هتسحب الداتا منين؟ ما هو مش شغال اساسا، الويندوز ما بيفتحش. ما هي عشان كده احنا عاملين اسطوانات الصيانه يا معلم. اسطوانه الصيانه هتدخل بيها بوت، تمام، وتسحب بيها الداتا من على سطح المكتب. انا عايز اقفل الفيديو وفي نفس الوقت عايز اكمل لك، انت متخيل؟ فكفايه الفيديو ده على كده يعتبر كنص هاردوير. اللي احنا عملناه ده كله خلي بالك يعتبر سوفت وير مش هاردوير. الهاردوير انك تمسك المكوه وتلحم. مكوه في مصر، مش المكوه السعودي عشان ليها معنى تاني. تمام كده. خلصنا كده يا معلم. الفيديو الجاي بقى اقول لك ازاي تنقل الداتا بتاعه العميل من على سطح المكتب وتحفظها جوه على الهارد ديسك. وخلي بالك، اللي انا بقوله ده مش بستهدف فيه الناس الفاهمه. الناس الفاهمه انتوا فطحله في المجال، بتطيروا في السماء، اركنوا على جنب. انا بتكلم على واحد على باب الله، عايز يرزق، عايز الف ب حد ياخده من ايده بدل ما يروح يشم كله تحت السلم ولا تحت الكوبري. واخد بالك انت من القصه اللي انا عاملها دي؟ ياكل بالحلال مش اكتر. وعذرا لو في حاجه انا شرحتها غلط او قلتها غلط، معلومه غلط، او ايا كان، لو في حد عنده اي تصحيح لاي حاجه انا قلتها غلط يقولها لي. انا بتعلم برضو زيك، فاهمني؟ وسامحونا بقى لو في اي غلطات ولا حاجه. ننتظر الفيديو الجاي. سلام عليكم.